هتصدق لو قلتلك ان في فيتامين واحد نقصه ممكن يخليك مكتئب ومرهق وشكلك اكبر من سنك. والمصيبة ان 8 من كل 10 اشخاص عندهم نقص فيه ومش عارفين. السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هقول لك معلومه في السريع. النهارده هنتكلم عن فيتامين د. الناس اللي فاكرينه بسيط، بس هو في الحقيقه الهرمون اللي ماسك جسمك كله من اول العظم لحد المخ، ونقصه ممكن يبوظ مناعتك ويعطل هرموناتك وكمان يخليك تمشي بتعب سنين وانت فاكرها قله نوم. الفيديو ده مش مجرد معلومات، ده انذار قبل فوات الاوان ليك ولعيلتك. فيتامين د الهرمون اللي الناس فاكرينه فيتامين د مش مجرد فيتامين د عبارة عن هرمون بيتكون في الجسم بعد ما الجلد بيتعرض لأشعة الشمس. هو المسؤول عن امتصاص الكالسيوم والفسفور وعن قوة العظام والعضلات وكمان المناعة والمخ وحتى الحالة المزاجية. يعني ببساطة جسمك من غير فيتامين د بيبدأ ينهار وانت مش واخد بالك. تعالوا نعرف ليه بيسموه فيتامين الحياة. لأنه بيقلل خطر الإصابة بأمراض مزمنة زي السكر والضغط وأمراض المناعة الذاتية وكمان السرطان. بيحافظ على الهرمونات الجنسية عند الرجالة والسيدات، وبيزود الطاقة والتركيز، وكمان بيخلي المخ شغال بأفضل كفاءة. يعني وجود فيتامين د في المستوى الصح بيخليك في أفضل نسخة من نفسك. تعب وخمول بدون سبب واضح، آلام عضلات ومفاصل، تغير في المزاج وكمان بيحصل اكتئاب، تساقط شعر وضعف مناعة، صداع متكرر وضعف في التركيز، وكمان ليه تأثير جدا انك مش بتنام كويس. كل دي علامات الناس بتشوفها كل يوم بس بيفتكروها قلة نوم او قلة اكل، لكن في الحقيقة ده جرس انذار من جسمك بيقولك ان في نقص فيتامين د. تعال اعرفك خطورة نقص فيتامين د. بيمنع امتصاص الكالسيوم في الجسم ومع الوقت بيعمل هشاشة عظام، ضعف في العضلات وكمان تسوس أسنان، والأخطر إن هو بيأثر على المناعة وبيخليك عرضة لأي مرض بسيط. وفي حالات كتير من الاكتئاب المزمن لما بيظبطوا فيتامين د الحالة دي بتتحسن من غير أي دواء تاني. تعال أعرفك على أهم مصادر فيتامين د. أول حاجة هي الشمس هي المصدر الرئيسي، والتعرض ليها من 10 الصبح ل 2 الظهر 3 مرات في الأسبوع لمدة ربع ساعة ده كفاية جدا. بس المشكلة إن معظمنا بيقعد في أماكن مغلقة أو بيستخدم واقي الشمس وده بيمنع الامتصاص. تاني حاجة نتكلم عنها هي الأكل. فيتامين د مش موجود بكميات كبيرة في الأكل، بس ممكن ناخده من السمك الدهني وصفار البيض وكمان الكبدة. تالت حاجة هي المكملات، وهنا بتيجي الأهمية خصوصا للناس اللي مش بتتعرض للشمس أو عندهم سمنة أو أمراض مزمنة بتمنع الامتصاص. تعال أعرفك الفرق بين فيتامين دي 2 وفيتامين دي 3. فيتامين دي 2 ده نباتي المصدر، وفيتامين دي 3 حيواني المصدر، لكن الأبحاث أثبتت إن فيتامين دي 3 أفضل في الامتصاص وكمان التأثير. فلو بتشتري مكمل اختار اللي مكتوب عليه كولي كالسيفيرول. تعال اعرفك ازاي تختار المكمل الصح لفيتامين د. سوق المكملات مليان منتجات لفيتامين د، بس مش كلها فعالة بنفس الدرجة ومش كلها مناسبة لكل الناس. قبل ما تشتري اي عبوة لازم تعرف 3 قواعد اساسية. اولا الشكل الصيدلي، في منها النقط والامبولات وكمان الكبسولات. النقط زي الفي دروب والالفا كالسيدول وكمان الليميتلس بيبي، ودي مناسبة للاطفال او اللي عندهم مشاكل في الامتصاص او ما بيعرفوش يبلعوا. وهنا في نقطة لازم نعرفها، ان الافضل ان فيتامين د يتحط في زيت، وده لان فيتامين د من الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون فات سوليبل فيتامينز، وده معناها ان الجسم ميعرفش يمتصه كويس لو موجود لوحده او في وسط مائي. علشان كده الشركات بقت بتحطه في زيت علشان يساعد على امتصاصه من الامعاء بشكل كامل، وكمان يخليه مستقر ومفعوله ثابت ويقلل فرص تلف الفيتامين اثناء التخزين. تاني حاجة هنتكلم عنها هي الكبسولات زي الأوسوفورتين والدافاليندي وكمان الدي دي، موجودين من تركيز 1000 لحد تركيز 10,000. تالت حاجة هي الأمبولات زي الديكابرين وكمان الديفارول. تعال أقولك على تاني قاعدة وانت بتختار، وهي التركيبة. بص دايما على العبوة وشوف مكتوب ايه. لو مكتوب دي 3 كولي كالسيفيرول فده الشكل الأقوى والأفضل امتصاصا، لكن لو مكتوب إرجو كالسيفيرول فده أقل كفاءة. كمان في منتجات بتجمع الدي 3 مع الكي 2، وده اختيار ممتاز للناس اللي بياخدوا كالسيوم أو عندهم مشاكل في العظم، لأن الكي 2 بيوجه الكالسيوم للعظام بدل ما يترسب في الشرايين. تالت قاعدة هنتكلم عنها هي الجرعة.
الاختيار الصح بيبدأ من التحليل مش من نفسك. الجرعات اليومية البسيطة من 1000 ل 2000 وحدة دي جرعة وقائية، لكن لو عندك نقص فعلي الدكتور ممكن يزود الجرعة ل 5000 وحدة. وممنوع تماما تاخد الجرعات دي من غير تحليل، لأن فيتامين د بيتراكم في الجسم وممكن يعمل تسمم على المدى الطويل. لو عايز تستفيد بجد اختار المنتج اللي يناسب حالتك وامشي على الجرعة المظبوطة، لأن فيتامين د مش سباق مين بياخد أكتر، ده سباق مين بياخد صح. التحليل اسمه 25 هيدروكسي فيتامين دي. لو كان نسبته أقل من 20 يبقى أنت عندك نقص شديد، لو من 20 ل 30 يبقى فيه نقص بنسبة بسيطة، ومن 30 ل 100 أنت كده في الطبيعي، لكن لو فوق ال 100 كده فيه زيادة وممكن تعمل لك تسمم. الزيادة في فيتامين د بترفع الكالسيوم في الدم، وده ممكن يسبب ترسيب على الكلى أو القلب. تعالوا نعرف علاقة فيتامين د بالمناعة والمخ. فيتامين د بيحفز خلايا المناعة تشتغل بكفاءة، وبيقلل الالتهابات المزمنة اللي ممكن تسبب أمراض زي الروماتويد. وكمان بيأثر على المخ بشكل مباشر لأنه بيشارك في إنتاج السيروتونين، وده هرمون السعادة. يعني نقصه مش بس بيسبب لك ضعف جسدي، ده ممكن يكون سبب اكتئابك. فيتامين د مش رفاهية ومش مجرد كبسولة في الشتاء، ده فيتامين الحياة فعلا. اعمل تحليل كل فترة وخليك في الشمس، ولو محتاج مكمل خده بس تحت إشراف طبي. ومتساونش بالتعب اللي ملوش سبب، ده ممكن يكون جسمك بيصرخ. يا رب تكون استفدتوا من الفيديو. لو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وارد عليك. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.